أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية خاصة من المستوى البرتقالي هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و 95 كم في الساعة بكل من طنجة أصيلة، الفحص أنجرة، المضيق، لفنيدق، تطوان، فاس، زلال، ميدلت، سيدي فنيش، توك أيت بها، وكذلك بمدينة تيزنيت. وارتباطا بهذا يتوقع بحول الله بالمنطقة الشرقية أن يكون الطقس نسبيا غائم، ودرجات الحرارة ستعادل 17 درجة بمدينة فيديك، 22 درجة بوجدة، 18 درجة ببوعرفة. هذا مع الطقس كذلك غائم بمرتفعات الأطلس يعطي زخات مطرية وتكون ضباب بغرب الواجهة المتوسطية. درجات الحرارة ستعادل 22 درجة بمدينة الحصيمة، 15 درجة بتطوان، 28 درجة ستسجل بالعرائش، 25 درجة بالقنيطرة، 24 درجة بمدينة الرباط، 19 درجة بالدار البيضاء، و18 درجة بمدينة الجديدة. هذا مع نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس. ودرجات الحرارة ستعادل 14 درجة بالرشيدية، و18 درجة بمدينة أرفود. وسيكون الطقس كذلك نسبيا غائم في الجنوب الشرقي، سيعطي قطرات مطرية. درجات الحرارة ستعادل 23 درجة بمراكش، 20 درجة بالصويرة وكذلك بمدينة أسفي، 25 درجة بأكادير، 20 درجة بسيديفني. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة ستعادل 23 درجة بالطرفية، 25 درجة بالعيون، 24 درجة ببكرة، 23 درجة بمدينة بوجدور، 27 درجة ببرنزران، 28 درجة بأوسر، 22 درجة بالدخلة، وبلاكويرا ستسجل بحول الله 27 درجة كذلك. شكرا لك بالمتابعة وإلى اللقاء.